أهلًا بيكم معانا في بودكاست عيشي حياتِك، هو جاي من عيشي حياتِك بصحة وسعادة. معانا النهارده أماني، هي art therapist وDMT therapist. في ناس كتير أوي مش بتفهم الحقيقة إيه هو الart therapy وبتسأل كتير أوي يعني إيه art therapy. إحنا هنشرح لكم كل حاجة بالتفصيل، بس هي سلسلة أو series من البودكاست، هنمسك حاجة، حاجة ونشرحها ونتكلم عليها ونسأل كل الأسئلة اللي الناس بتسألها. وأماني هترد لنا على الأسئلة الخاصة بالart therapy والDMT. الأول في ناس كتير جدًا بتبقى مش عارفة أساسًا يعني إيه art therapy، فيعني إيه art therapy أو العلاج بالفن، إيه هو؟ أهلًا بيكِ يا مريم. طيب هو ده سؤال مهم جدًا، لإنه فعلًا يعني ساعات الكلمة بيبقى وقعها غريب جدًا على الناس، اللي هو إيه؟ إيه؟ يعني إيه علاج بالفن؟ وهُم الكلمتين الحقيقة الكلمتين كلمتين كبار أوي ويخضّوا شوية، فخلّينا كده نفُكّهم ونشوف هُم عبارة عن إيه. مبدئيًا كلمة علاج دي كلمة كبيرة أوي، يعني تخُض. كلمة فن في حد ذاتها هي حاجة كده كأنها حاجة محطوطة على الرف كده، حاجة بتاعة المتاحف والمعارض والحاجات دي، مش حاجة دارجة جدًا إحنا متعودين عليها في حياتنا. فخلّينا كده نبُص إيه هو العلاج بالفن بشكل مُبسّط جدًا. هو العلاج بالفن هو علاج يعتبر علاج نفسي مُكمّل للعلاج النفسي العادي. العلاجات من العلاجات المُكمّلة، فده بشكل المُبسّط جدًا، إن هو نوع من أنواع العلاج النفسي. وبعدين ندخل بقى في يعني إيه يعني إيه علاج بالفن، إيه اللي بيحصل فيه. آآ طيب معلش قبل ما تكمّلي، معلش يعني على المقاطعة، بس في ناس كتير أساسًا ما عندهاش حتّة متخيّلة العلاج النفسي ده، يعني أنا هاروح مصحة نفسية أو أنا قاعدة باقطّع في شعري وأنا محتاجة علاج نفسي، هو أنا مجنونة عشان أحتاج علاج نفسي أو أحتاج therapy؟ ف فمحتاجين برضه قبل ما ندخل في العلاج بالفن ن نركّز شوية على إن يعني مين محتاج، يعني إزاي أنا أعرف أو إزاي أنا أكتشف لأ، إن أنا محتاجة therapy أو محتاجة مساعدة نفسية. فهل يعني أنا باشوف شخصيًا إن ما فيش حد في الدنيا دي كلّها مش محتاج مساعدة علشان يحسّن نفسيته at least، يعني خلّينا نبسّطها. قولي لي أنتِ وجهة نظرِك إيه في موضوع موضوع العلاج النفسي ده ككلمة في المطلق بتخوّف ناس كتير أو بتاخدها على يعني نفسيتها أو بتاخدها على كرامتها، أنا إزاي محتاجة علاج نفسي؟ طيب جميل، هو يعني أنا رأيي ما يختلفش كتير عن رأيِك. ودي الحمد لله يعني باقول إنه دلوقتي شوية بقى في بعض الوعي على إنه فكرة إنه الtherapy أو العلاج دي حاجة أنا مش لازم أكون يعني الناس بقت بتروحها عادي، محتاجة تفهم حاجات عن نفسها. في نوع من أنواع التوتر الزايد، في نوع من أنواع الاكتئاب. باعمل حاجات م م زي نمط في شخصيتي وأنا مش عارفة أنا باعمله ليه. علاقاتي فيها بعض الاضطرابات. مش بانام كويس. آمم حاجات كتيرة جدًا، جدًا، جدًا اللي هي غالبًا ما فيش حد فينا مش عنده حاجة أو حاجتين أو 3 من الحاجات دي. طبعًا بدرجات. متفهمة جدًا، جدًا إنه في ناس لسه عندها الصورة الذهنية بتاعة الأفلام القديمة بتاعة أنا مش قصير وأُزعة، أنا طويل وأهبل وحاجات شبه كده كتير أوي، أوي. وإسماعيل ياسين في مستشفى المجانين والحاجات دي، بس إحنا مش بنتكلم على بالضبط.
إحنا بنتكلم على حاجة حقيقي أبسط من كده كتير جدًا. آمم، وكأنه آمم، احتياج إنساني جدًا لحد يشرف على رحلتي بشكل مُبسّط جدًا. لخبطتي، حيرتي في حاجات. واللي بيميّز ده يعني برضه دي حاجة مهمة جدًا الناس تعرفها، لإنه ساعات الناس بتحُط الtherapist أو المعالج ده في حتّة اللي هو يعني ده حد إله أو حد يعني ما عندوش أي مشاكل. لكن الواقع إنه الtherapist هو مجرّد شاهد، أهميته إن هو برّه الصورة. فعشان كده مش سهل لمّا يعني عشان كده 2 أصحاب مش سهل أوي إنه يكون ليهم لو واحدة صاحبتي مش هيكون ليها نفس النظرة بتاعة المُعالج، لإنه المُعالج برّه الصورة خالص. لكن صاحبتي هيبقى عندها شوية آمم نقولها إزاي دي، شوية تحيُّزات تجاهي، ناحيتي مثلًا. ف ات ال شوفانها للحاجة، سواء النمط بتاعي أو المشكلة بتاعتي أو الحاجات اللي أنا محتارة فيها، مش هيكون زي حد محايد برّه الصورة خالص. فدي أهمية المعالج. اللي باعتقد يعني إنه في زماننا ده بكل الحاجات اللي بتحصل حوالينا، بكل السرعة بتاعة الحياة، بالسوشيال ميديا، بالضغط المجتمعي، بكل الحاجات دي، ما أعتقدش فعلًا إن في حد مش محتاج هذه الصُحبة، اللي ليها بقى طُرق كتيرة حقيقي، جدًا. حقيقي. طيب نيجي بقى على حتّة العلاج النفسي بالفن، خلّينا نسميه علشان هي art therapy أو العلاج النفسي العلاج بالفن عمومًا آآ ما بيفهموش علاج إيه، يعني في كتير أوي مش فاهمين يعني إيه علاج علاج إيه، أعالج إيه؟ فخلّينا نقوله بالطريقة الصح أو اللي أقصده يعني بالتعبير الصح هو علاج نفسي بالفن. قولي لي بقى يعني كمّلي كلامِك وقولي لي إيه هو بقى العلاج النفسي بالفن؟ هو حاجة مكمّلة زي ما أنتِ قُلتِ، آمم إزاي و وإيه أنواعه أو إيه الطريقة بتاعته؟ تمام. طيب إزاي ده آآ آمم له طريقتين. مبدئيًا خلّيني أقول إنه العلاج بالفن ممكن يتعمل أدوات كتيرة. أدوات كتيرة بمعنى إنه عندي العلاج الفن المرئي، فاللي هو الرسم والpainting الجزء ده. عندي النحت، عندي الحركة، عندي الكتابة، عندي يعني هو له أدوات كتيرة جدًا. وكل حاجة فيهم ليها استخدام، لكن هو مجال واسع، أدواته كتير. آمم في حاجة مهمة أوي برضه حاسة إنه هي حاجة ممكن تفيد عشان ده برضه ممكن حد ما يعرفش إيه الفرق بينهم. عندنا حاجة اسمها علاج بالفن، وعلاج باستخدام الفن. هاقول آه. الterm بالإنجليزي لإن هي ممكن تكون أوضح بالإنجليزي. في حاجة اسمها art as therapy وart in therapy. لأ دي و جديدة دي آه، ما هُم مدرستين مختلفتين تمامًا. لكن طبعًا بما إننا بنستخدم الفن في كل الحالات، في طبعًا يعني حاجات بتبقى داخلة في بعض شوية. لكن إمم. يعني مش عايزة برضه أدخّلِك وأدخّل المشاهدين والمستمعين في حاجات تاريخية كبيرة أوي عن العلاج بالفن. بس هم كإنّهم خطين. في 2 حتى هم كانوا 2 سيدات. واحدة فيهم اتجهت للعلاج بالفن في art in therapy. وهي أخدت أساس كده كل
مش الأبحاث، مش عايزة أقول الأبحاث، عايزة أقول ال الtheories اللي هي نظريات. النظريات. شكرًا. النظريات القديمة المُعترف بيها، المعروفة جدًا في العلاج بالفن، وكأنها آمم اشتغلت جنبها بالفن. آسفة، هي النظريات اللي هي في العلاج العادي، في العلاج اللي هو بيسموه العلاج آمم العلاج بتاع فرويد والعلاج اللي هو الأساس خالص بتاع العلاج النفسي، أساس العلاج النفسي، إمم، وبنت عليه مدرستها. فالمدرسة دي إمم. فيها نوع من أنواع التحليل، فيها حاجات كتيرة جدًا من العلاج الكلاسيكي جدًا للعلاج النفسي. ف آه، واسمه يعني كمان كإنه في تحليل للشخصية، تحليل للنفسية. كإنه في تحليل للشخصية، في psychodynamic، في رسم و تحليل له وحاجات كبيرة إمم، جدًا كل مستويات العلاج النفسي اللي هو الأساسي. إمم. وفي تقريبًا في نفس الوقت الزمني في شخصية هو ده أخرى اللي معروف. مش يعني يعني هو هي ده اللي معروف أكتر، يعني هو ده اللي common أكتر، اللي هو أنا أرسم رسمة وحد يحلل لي نفسيتي فيها إيه من الرسمة اللي رسمتها دي مثلًا أو كده، يعني رسمت شجرة يبقى أنا مُقبلة على الحياة، رسمت بيت يبقى حاجات كده وتفاصيل بقى الرسمة وكده. ده اللي إحنا كنا نعرفه عن الart therapy أو مش الart therapy اللي هو التحليل النفسي، التحليل النفسي. لكن أنتِ واضح إن أنتِ واخدة مدرسة تانية خالص فاشرحي لنا بقى المدرسة التانية يعني أنا باعتقد إن دي مدرسة تانية، آه، فكمّلي بقى اشرحي لنا. آه. خلّيني أقول لك مش ال ال مش ال يعني خلّيني أقول هو ده المُتعارف أو الأسرع للذهن. لإنه حتى المدرسة التحليلية مش كل الناس بتستخدمها. يعني المدرسة التحليلية النفسية الأساسية هي مدرسة أساسية طبعًا ليها كل الاحترام، بس ما هياش يعني ما بتاخدش يعني ليها ناس بتستخدمها، لكن مش كل الناس فهي مدارس عمومًا. لو بنتكلم على العلاج النفسي، أو في مدارس كتيرة جدًا، جدًا للعلاج النفسي. لو بنتكلم على العلاج بالفن، برضه في مدارس للعلاج بالفن. آمم إمم. ف فيمكن هو ده فهمنا ليه، وده موجود طبعًا وله آه. كل الكارما. معلش في حتّة تانية، الناس ساعات برضه كتير بتخلط بين التحليل النفسي وتحليل الشخصية. فدي حتى في الحتّة المدرسة التحليلية دي فيها خلْط، فيها يعني الناس بتبقى confused بين ال إن حد مثلًا هارسم أو هاتكلّم معاه فهيحلّل نفسيتي أو هيعرف أنا باعاني من إيه مثلًا نفسيًا، وحد تاني بيحلّل شخصيتي، فإيه الفرق؟ برضه الحتّة دي tricky أوي. فإيه الفرق بين يعني الشخصية والنفسية؟ يعني هل نفسيتي هي اللي بتطبع شخصيتي والّا شخصيتي هي اللي بتطبع نفسيتي؟ يعني الحتّة دي شوية بتلخبطنا. ده سؤال واسع أوي. طيب خلّيني الأول قبل ما نتوه من المدرستين، خلّيني الأول أقول لك المدرسة التانية وبعدين أرجع للسؤال ده. طيب. فالمدرسة هي معالجة بالفن اسمها كارمر. وهي آآ ورّت قد إيه الفن في حد ذاته، استخدام الفن في حد ذاته هو فيه جزء فيه شافي. فالحتّة دي اللي هي art as therapy. إمم. وطبعًا ب ب بفكر معيّن وبحاجات معيّنة بتتحط وكده، لكن استخدام الفن في حد ذاته، أو ممارسة الفنون في حد ذاتها، هي فيها خاصية شافية، أو بتساعد الإنسان على تخطي بعض الأشياء. كمان لمّا بيكون في الlens أو العدسة بتاعة العدسة بتاعة الصحة النفسية على ده، فده بيعمل يعني عايزة أقول mix عظيم جدًا من وجهة نظري.
آه، أنا آآ فهمت على فكرة يعني مبسوطة جدًا إني فهمت، وأعتقد يعني الناس اللي بيسمعونا أو شايفيننا فهموا شوية عن الartificial لسه هنتكلم عليه كتير، بس يعني فهموا أساسًا معناه. آآ كمّلي، أنا جه في مُخّي سؤال برضه هاسأله لِك، بس كمّلي. طيب أنا هارجع للسؤال بتاعِك بتاعة النفسية والشخصية. آآ يعني هي برضه حسب فهمنا على إيه هي الشخصية، يعني بنقصد إيه بكلمة الشخصية، لإنه في كلام دارج كتيرة جدًا كتير جدًا، وإحنا مش عارفين بس هو متوظّف فين بالضبط في الكيان الإنساني. فهو الإنسان عبارة عن جسد ونفس وروح. الشخصية أقدر أحطها في حتّة. أحد علماء علم النفس، مش عايزة برضه أدخّلكم في أسامي وحاجات كبيرة، أحد علماء علم النفس سمّاها الpersona. والpersona هي جزء منها. آمم أنا مين. فاللي هي جزء منها له علاقة بيّا أنا بروحي بنفسي، والجزء التاني له علاقة ال الحياة اللي أنا عايشاها الenvironment اللي أنا عايشة فيها وتأثيرها عليّا. آمم طبعًا في حاجات كتير بتأثّر التربية، بالمكان، بالناس اللي أنا عايشة معاهم، بالمجتمع اللي أنا عايشة فيه. فده بيكوّن شخصيتي. ففيها حاجات كتير مُكتسبة، لكن إمم، أنا إنسانة أكبر من كده بكتير، كتير أوي. فجزء من إمم، النمو والنضج النفسي إني كمان أعرف أنا مين وسط كل الحاجات اللي اتقالت لي أو اللي أنا افتكرتها عن نفسي أو اللي أنا اضطريت إن أنا أعملها عشان أبقى موجودة وسط العالم ده أو وسط المجتمع ده. مش عارفة إذا كنت رديت على سؤالِك والّا لأ. آه، يعني إلى حد كبير جدًا قرّبتِ الفكرة كأن الشخصية آمم اللي هو أنا كإنسانة آآ باحتوي أو يعني include النفسية التربية، يعني التربية والحاجات اللي هي كأن أنا يعني زي بوتقة كده وحاجات اتحطّت فيها هي لها أساس، وحاجات اتحطّت فيها أو اتراكمت جواها أو كده، أو يعني اللي هي التربية بقى والenvironment كده والحاجات اللي بتمُر بيها في الحياة وكده، فهي كوّنت جزء من الشخصية دي، صح؟ أكيد طبعًا، أكيد، أكيد، أكيد. فهُم يعني كإنّهم جزئين أو جزئين في جزء، بس ما بينفصلوش، لأ معلش تاني، معلش لكن هُم الجزئين. ها؟ قولي لي إيه شخصيتي هُم. ونفسيتي كأنهم جزئين ل ل ل ل لمريم، فاهمة؟ لأ، يعني بُصّي مش صح لا آه، الموضوع شوية، الموضوع مُعقّد شوية إن هو يت يت يعني زي ما باقول لِك ي هو الإنسان عبارة عن جسد وروح، جسد ونَفْس وروح. إمم، إحنا ماسكين في حتة النَفْس دلوقتي، هي عبارة عن هي يعني هي مكونات شخصيتي جوّه نفسيتي أنا هادّيكِ يعني باقول بالبلدي بس ضربتهم في الخلاط. لأ، يعني خلّينا نطلع من الحتّة دي عشان هي يعني خلّينا يعني أنا الشخصية بتتكوّن من حاجات أصيلة فيّا أنا. أنا مولودة بيها، أنا مولودة كده، إمم، وبتتأثّر ومعاها حاجات من العالم الخارجي، اللي هو البيئة. تمام. كأنه المثل اللي هو المُبسّط جدًا لده، كأنه إحنا بنقول إن كُلّنا
صح، الكلمة دي بتتقال كتيرة أوي. إمم، ورقة بيضا، أوكي، بس إمم، وبيتكتب عليها حاجات مختلفة، بس الورقة دي still ما زال في منها أنواع، في ورقة بالضبط، رفيّعة خالص، في ورقة سميكة شوية، في ورقة ناشفة، في ورقة مكرمشة، في ورقة مفرودة، فالورق نفسه أنواع وخامات. آه، آآ آه، آه، فهمت، أنا كده فهمت، آه، كده واضحة أوي، هي المثل اللي أنتِ قُلتيه ده صفحة بيضا، بس الصفحة دي زي يعني زي ما نقول مثلًا في جينات وفي اللي هي أنواع الورق، دي الجينات أو الحاجات اللي هي متوارثة يعني الجينات بتاعتي في شخصيتي، وفي حاجات اللي هي بنكتب عليها بقى، ده اللي بنكتبه عليه آه، هو ده الenvironment أو التربية والحاجات التانية الخارجية دي. بس يعني أنا برضه عايزة ندخل الحتت دي بحرص شديد، لإنه يعني العلم الحديث دلوقتي بيقول إنه حتى الجينات دي أنا كإنسانة أنا عندي الإمكانية إن أنا أغيّر فيها. ف فالحتّة دي شوية حسّاسة جدًا، آآ إمم، لإنه إمم، أنا إمم، شخصيًا باعتقد إنه الإنسان بإيده إنه يغيّر حتى الحاجات اللي هو آمم مولود بيها، إمم، 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 حسب دي حتّة بيئته مهمة أوي. وقدرته واستمراره في التغيير أو إيمانه بالتغيير. دي حتّة حلوة جدًا، حتّة مهمة جدًا، 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 يعني هو حتّى لو أنا مولودة بشخصية معيّنة أو نفسية معيّنة، فأنا أقدر أغيّر في شخصيتي لو أنا عايزة، فأقدر حتّى أغيّر في شخصيتي اللي هي اللي أنا باقول إنها في جيناتي. بالضبط. أنا كمان أنا عشان كده باقول الحتّة دي خلّينا نتكلّم بحرص فيها جدًا، لإنه أنا باتكلّم كمان بيولوجيًا، فالموضوع مش كلام، مش بس إن هو لا إمم. تغيّر كل حاجة، لأ بيولوجيًا مش جدعنة يعني كده، آه. ده يعني الكلمة دي من الحاجات من الكلمات المفيدة جدًا النهارده الحقيقة يعني بالنسبة لي، لأن في ناس كتير أوي بتعلّق شماعة كبيرة أوي على إن هو أنا مولود كده، أنا شخصيتي كده، أنا أبويا وأمي كانوا كده، أنا مش عارف إيه، أنا خلاص خلقتي كده، لا هاعرف أتغيّر ولا هاعرف أعمل أي حاجة، لأن بتبقى فيها نوع من أنواع الاستسلام لأنا كده، يعني أنا عصبية مثلًا، خلاص أنا عصبية يعني بابا وماما مثلًا كانوا عصبيين أو بابا كان عصبي، أنا مش عارف فيّا إيه، أنا فيّا إيه. ف فحتى النفسية اللي هي المهزوزة شوية أو يعني الحاجة الfragile مثلًا فيّا شوية أو كده، برضه ساعات كتير باعلّقها على مثلًا أنا جيناتي كده، أنا طبيعتي كده، أنا جدي كان كده، فدي يعني حلوة أوي، بتدّي أمل وأمل كبير أوي لأي حد إن هو لأ، لو أنا اشتغلت على نفسي ممكن حتى الحاجات اللي أنا فاكراها إن هي دي طبيعتي وأنا خلقتي كده، ما فيش حاجة اسمها خلقتي كده، أقدر أشتغل على نفسي وأغيّرها و و و وأحقق حاجة أنا يعني مش حاجة أقصد يعني أقصد أغيّر شخصيتي حتى، حتى لو أنا مش راضية عن شخصيتي أو في حاجة عايزة أشتغل عليها، بس المهم إن أنا أبقى عايزة أشتغل عليها وأغيّرها. فشكرًا جدًا على المعلومة دي. طيب أنا عايزة أزوّد صغيّرة دي عشان إحنا يعني الإنسان يعني هو سهل جدًا إن أنا يعني زي ما أنتِ بتقولي كده شماعة، فالشماعة دي هي موجودة كمان في الجهتين، موجودة إنه أصل أنا بابايا كان عصبي مثلًا، وموجود كمان أصل أنا اتربيت في بيت ما فيهوش كذا، أو بيت كُلّه كذا، فهو إحنا بنعلّق الشماعة على الأصل وعلى البيئة، إحنا بنعلّقها على الاتنين. وحتى على بالضبط، وحتى على البيئة والتربية وكده، أنا اتربيت كده صح. لكن الواقع إني أقدر أغيّر الاتنين. آآ
المهم إنه يعني هو الموضوع كُلّه إنه نيّة و وإيمان وإرادة. طيب إحنا عايزين أنا باحس إن الموضوع ده يعني حتّة خلّينا نرجع تاني للart therapy أو للtherapy بصفة عامة. آآ إحنا ما عندناش للأسف يعني الوعي الكافي للحتّة دي، فأنا نِفْسي جدًا، جدًا. أكيد أنتِ نِفْسِك أكتر طبعًا لأن يعني أنتِ المتخصصة في الموضوع ده، وأنتِ اللي دارساه واللي على دراية ووعي، ورحلتِك كانت طويلة أوي في موضوع الart therapy والtherapy عمومًا أو نفسية الإنسان. ف فباعتقد إن أنتِ بيبقى على قلبِك أوي، أوي، أوي إن أنتِ توصّلي لكل بني آدم في الحياة، وخصوصًا الستات اللي زيّنا، أهمية الثيرابي. يعني أنا شخصيًا من منطلق الحتّة بتاعتي بتاعة الرياضة مثلًا أو التمارين أو كده، بابقى نِفْسي كده أمسك كل واحدة كده وأهزّها وأقول لها اهتمي بصحتِك، العبي رياضة، اتحرّكي كده. فأكيد أنتِ برضه بيبقى نِفْسِك جدًا تعملي كده، بتبقي نِفْسِك تمسكي كل واحدة لوحدها في العالم كُلّه وتقولي لها اتحرّكي، قصدي يعني اشتغلي على نَفْسِك، اهتمي بصحتِك النفسية، اشتغلي على نفسيتِك، اعملي حاجات تحسّن من نفسيتِك. فإيه الطُرق اللي إحنا ننشُر بيها الوعي ده؟ لإن أنا برضه بيصعب عليّا أوي إن زي ما أنا باقول لِك كده، زي ما قُلت لِك في الأول إن أي حد أقول له مثلًا therapy أو معالج أو معالجة نفسية أو art therapy، كلمة therapy أو علاج نفسي دي بتوتّر ناس كتير أوي وما عندهمش أي وعي إن دي حاجة لازم كل إنسان يعملها. فإزاي ننشر الوعي ده؟ ده سؤال صعب أوي يا مريم. يعني يا ريت نلاقي له إجابة. يعني آه. حقيقة أنا يعني مش عارفة يعني باحس إنه على الأقل أنا قادرة أشوف الفرق جدًا، جدًا بين الناس اللي هي مشيت السكة دي، وبين الناس اللي يعني ما تعرفش. وباحس إنه يعني باحس إنه دلوقتي إحنا في الوقت ده، في الوقت اللي الدنيا كلّها مفتّحة على بعض، فكإنه يعني ما عنديش حِجّة إن أنا ما أعرفش، ما عنديش حِجّة إن أنا يبقى عندي إمم. pattern معيّن أو نمط معيّن في حياتي أنا ماشية بيه وأنا مش عارفة أنا ماشية بيه ومكمّلة أمشي بيه مع إنه مضايقني أو معطّلني مثلًا، أو إن علاقاتي كلّها بتبوظ وإنه في حاجة غلط بتحصل، وأنا لغاية دلوقتي مش باحاول أفهم نَفْسي. أنا يعني هو كل في الآخر أنا باعمل كده عشاني أنا مش عشان أي حد. ف ف فحاسة إنه يعني ما هي الدنيا كلّها دلوقتي مفتوحة بكل المعلومات اللي في الدنيا، بكل التجارب اللي في الدنيا، بكل حاجة. فمش عارفة، يعني أنا مش عارفة إزاي ممكن نرفع الوعي، يمكن بحاجات زي ال الpodcast الجميل ده نقدر يبقى الناس فعلًا بتفهم الموضوع وببساطة. الموضوع مش الدنيا مش لازم يبقى الدنيا مكلكعة ولا فيها حاجات صعبة ولا كبيرة أوي علينا لأ، قد إيه الموضوع مش مُعقّد وقد إيه هو سهل وقد إيه هو نعمة حقيقة. أنا باشوفه نعمة من عند ربنا إنه يبقى في حاجة زي دي موجودة حوالينا وإنه يبقى في الوعي بده. يعني بصراحة الوعي هو النعمة الكبيرة اللي محتاجين فعلًا نبقى بن بن بنشتغل عليها أكتر من كده. حقيقي. إن شاء الله ممكن البودكاست ده يوصل لأكبر عدد، خصوصًا من الستات اللي هم اللي إحنا مهتمين بيهم. ف و و وكل واحدة يعني ت تفهم إزاي ت ت إزاي تفهم نفسها، إزاي تفهم نفسها وإزاي تعبّر عن مشاعرها وإزاي
تستخدم الحاجات المتاحة فعلًا في الدنيا دي إنها تساعد بيها نفسها تبقى عايشة حياة أحسن نفسيًا و وت وت تعرف إزاي تتعامل مع الstress اليومي حتى في الحياة، عن طريق الثيرابي والعلاج بالفن وكل الحاجات اللي هي اللي حوالينا دي الجميلة زي ما أنتِ بتقولي، اللي إحنا نفسنا كل الستات تستعملها يعني أو ت ت تعرف عنها أكتر. طيب بالنسبة بقى للعلاج بالفن، يعني مين اللي يقدر يستعمل العلاج بالفن؟ يعني ساعات كتير أوي برضه باتعرّض لكلمة مثلًا لا، 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 أنا ما ليش في الرسم خالص، ولا ليّا في التلوين خالص، ولا ليّا في الفن، أنا مش فنانة أساسًا، أنا ضايعة، أنا مش عارفة إيه، حاجات كده يعني. ما ليش ولا باحب ولا ليّا خُلق أقعد أرسم كلام من ده كتير أوي، أوي باسمعه وكتير مش باعرف أنا كمتخصصة يعني أرُد عليهم، باقول لهم أنا مش كمتخصصة يعني، باقول لهم لأ، اللي أنا أعرفه إن هو مش محتاج حد بيعرف يرسم ولا حد فنان ولا حاجة. آآ بس من معرفتي بيكِ وكده أنتِ دايمًا بتقولي إن حتى كل واحد بيبقى جوّاه فنان بشكلٍ أو بآخر، وكل واحد جوّاه إبداع بشكل أو بآخر، فممكن حتى مش لازم الرسم، مش لازم التلوين، مش لازم ففهّمينا أكتر إزاي وأنا ما ليش علاقة بالرسم ولا التلوين ولا باحبه، إزاي أقدر أستخدم ده في العلاج النفسي؟ سؤال حلو أوي يا مريم، عشان ده فعلًا هو ده اللي على طول غالبًا ساعات كتير بيبقى عائق إنه الناس تاخد خطوة زي دي. آمم، يعني خلّيني أقول إنه زي ما أنتِ بتقولي كده، زي ما قُلنا، زي ما باقول دايمًا إنه ما فيش حد مش جوّاه فنان. كلمة فنان دي بتبقى مؤرقة وبتقلق أصلًا ناس كتيرة أوي، بس أنا باقولها وباعيدها، وأنا مؤمنة باللي باقوله. يمكن كل حد بيخرّج ده في حاجة معيّنة، بس حقيقي كل حد جوّاه إبداع. كنت باقرا قريب كده زي بحث كده، آمم، بحث اجتماعي، وفي البحث ده بيقول إنه ما فيش حاجة أصلًا اسمها شخص مُبدع وشخص غير مُبدع، ما فيش أصلًا حاجة اسمها كده، هو في شخص بيستخدم إبداعه وشخص لا يستخدم إبداعه. فهي بالضبط لو بلغة الرياضة زي العضلة، أنا كل ما استخدمت العضلة دي كل ما هي قويت وبقت كده حلوة كده ترُد الروح وبقت أسهل في استخدامها، وبقيت أعرف أعمل بيها كل حاجة. كل ما أهملتها وقُلت أنا ما باعرفش وكده كل ما نامت، لكن هي موجودة، هي موجودة، إحنا بنتولد بيها، فإحنا كلنا بنتولد مبدعين. للأسف آه. الشديد ما فيش حد في تاريخه غالبًا يعني، في تاريخه ما عدّاش تعويرة فنية. يعني إيه تعويرة فنية؟ يعني كان في الفصل في حد بيرسم حلو أوي، أوي، أوي وأنا حسّيت نَفْسي لأ، ده أنا ما أعرفش أعمل أي حاجة من الحاجات اللي بتتعمل دي، ده أنا ضايعة. طب ليه بقى كده؟ طب ليه تيجي لي على الوجع بقى وتفكّريني باللي فات؟ كده كُلّنا عدّينا بيه. عندِك خبرة شوية. آآ حد مثلًا يمسك اللي أنا رسمتها ويقول لي: "إيه اللي أنتِ عاملاه ده؟" آمم كنت حاجة مختلفة، حد يقول لي: "هو إيه اللي أنتِ بتعمليه ده؟ في شجرة الورق بتاعها آمم بامبي؟ ما فيش، روحي ارسمي شجرة عدلة." وها ومش بس في الرسم على فكرة، مش بس في الرسم، حقيقي، يعني حاجات إبداعية حقيقي. بكل يعني مش عايزة أتكلّم يعني نيّة الناس دي طبعًا كانت إن هي تبقى حاجة أحسن ومش عارف إيه وحاجات كده، بس طبعًا ده مش بيساعد أي حاجة والحمد لله إن إحنا عرفنا ده. آآ ف فكإنه كمان جزء من الرحلة
إن أنا أداوي هذا الجرح، وأؤمن إن أنا اتخلقت مبدعة، اتخلقت باعرف أشوف الجمال وأعمله بإيديّا، أعمل الجمال بإيديّا بكل الطرق الممكنة، وإحنا أصلًا بنعمل ده، بس عشان التعويرة جات في حتّة فيها فَن، فغالبًا بتبقى ما بتتنسيش. ده حقيقي جدًا. ده آه. حقيقي جدًا، وده أنتِ عارفة إن ده اللي حصل لي، إن أنا وأنا صغيرة كنت في فصل كُلّه مبدعين وبيرسموا رسومات تابلوهات تتعلق على الحيطان وكده، وأنا المُدرسة قالت لي: "إيه القرف اللي أنتِ عاملاه ده؟" فخلاص أنا وصمت نفسي بإن أنا ما باعرفش أرسم خط في ورقة، وفضلت كده طول حياتي لغاية ما ظهرتِ أنتِ. وخلّيتيني رسمت أساسًا حاجات معلّقاها على الحيطة في بيتنا لغاية دلوقتي، فده دليل على إن يعني كل اللي أنتِ قُلتيه ده حقيقي، فعلًا إن إحنا بنتعوّر في حاجة معيّنة، فبتفضل معلّمة معانا لغاية ما نشتغل على نَفْسنا ونبتدي نعرف إن الكلام ده اللي اتوصمنا بيه أو اتقال لنا وإحنا صغيرين أو في أي مرحلة من حياتنا، ده غلط وإن جوّه كل واحد مننا يعني خلّيني أقول مش بلاش كلمة فنّان دي عشان فنّان دي دايمًا بتتقال على الرسم بالذات، واللي هو فعلًا لازم أرسم شجرة وبيت وكده بشكل جميل جدًا. ف فأنتِ عرّفتيني إن الفن مش إن أنا أرسم حاجة منمّقة جدًا، ممكن أشخبط بألوان وتطلع حاجة شكلها جميل أوي، جميل. أو النقل زي ما أنتِ قُلتِ لي كوني مثلًا إن أنا باعرف أنقل من حاجة دي معناها فَن، ففي أشكال وأنواع كتير أوي للفن آمم، يعني نفس الحكاية برضه مثلًا على فكرة الرقص أو كده برضه يعني طول عمري مصممة إن أنا خشبة، فلمّا دخلت عالم الزومبا والحاجات دي اكتشفت إن لأ، لأ أنا مش خشبة ولا حاجة، أنا اتقال لي كده بس فجسمي خَد الصدمة دي وعاش بيها لغاية ما أنا اشتغلت على نفسي وخدت training في training في training لغاية ما بقيت لأ، اكتشفت إن أنا لأ، مش يعني مش هو ده اللي اتقال لي ده غلط، فابتديت أشتغل على نفسي في حاجات كتير، ف ف ففي حاجات كتير أوي، أوي لو بس اكتشفناها أو عرفنا نشتغل على نفسنا أو عرفنا إن إحنا بنعرف نعملها، إحنا بنعرف نعملها، مش معنى إن أنا حد من أهلي أو حد من المدرسين أو فلان أو كذا قال لي إن أنتِ مش بتعرفي تعملي كذا، يبقى أنا فعلًا كده وآخدها بقية حياتي، يعني it's time إن إحنا نكتشف الإبداع اللي جوانا بأي شكل وبأي صورة. بالضبط. شكرًا جدًا و يعني طبعًا أنا باشكرِك على كل حاجة يعني وعلى إنِّك قُلتِ الكلام ده دلوقتي يعني على المَلأ و وهن هن هنعلنه يعني للناس كلّها، ويا ريت يا ريت فعلًا كل واحدة تبتدي تفكّر أنا جوايا إيه أقدر أبدع فيه، لأن ستات كتير، كتير، كتير وخصوصًا، خصوصًا في المرحلة العمرية بتاعتنا اللي هي مش هنقول هي إيه بت بت ب ب بتبقى فاكرة نفسها خلاص ما فيش حاجة تقدر تعملها ولا اتعلمت حاجة ولا بتعرف تبدع في حاجة ولا هتعرف هي نفسيتها كده وخلقتها كده واتربت كده وما فيش أي حاجة نافعة، فدي دعوة ونداء لكل واحدة إنها آآ تاخد الكلام اللي إحنا قُلناه ده وتبتدي تقلّبه كده في دماغها وتفكّر هي مبدعة في إيه. أو مش تفكّر هي مبدعة في إيه، هي كده، كده مبدعة، بس تشوف هي إيه بالضبط، وتبتدي تشتغل على نَفْسها. ف أزوّد يعني مريم على اللي بتقوليه ده، إنه يعني هو زي ما أنتِ بتقولي كده إحنا كُلّنا مبدعات، اللي مش بتبدع في الرسم بتبدع وهي بتطبخ وهي بتلبس وهي بتحل مشاكل في بيتها،
في شغلها، في أي حاجة، فهو ده بس إيه، شعرة صغيرة من يعني إيه إبداع. والحاجة التانية يمكن هازوّد هنا حاجة بسيطة هنتكلم فيها بعد كده أكتر بشكل أوسع. لو إحنا بنتكلم على art as therapy، يعني يمكن يبقى عندنا وقت برضه المرّة الجاية تحكي أكتر ونتكلم أكتر على يعني إيه إنه إني لقيت نفسي باقدر. الموضوع الفكرة والإحساس مش هيُقف بس عند الورقة اللي قدّامِك، دي حاجة بتflow وبتنتشر في حياتِك كلّها وفي كل جوانب حياتِك. فهو ده جزء بسيط أوي من كلمة art as therapy، وهنكمّل فيه طبعًا بعد كده. طيب آخر سؤال قبل ما يعني ما نختم الحلقة بتاعة النهارده، وإحنا هنعمل حلقات كتير عن الart therapy وعن حاجات تانية كتير أوي، بس آخر سؤال في حلقة النهارده، أنا عايزة أعرف لازم مكان معيّن أو حاجة معيّنة يعني نستخدم فيها نعمل فيها الart therapy والّا ممكن يتعمل بأي شكل؟ يعني أنا أقصد هل في عيادات مثلًا مخصصة زي مثلًا العلاج النفسي أو كده لازم في مكان معيّن أو كده والّا أقدر أعمله مثلًا من البيت؟ والسؤال المكمل ليه هل أنا أقدر لوحدي أستخدم الart as therapy والّا لازم مع متخصص أو متخصصة at least في الأول عشان يدّيني الخط اللي أنا أمشي عليه؟ يعني سؤالِك الأولاني على بيتعمل فين، هو موجود في العيادات بالفعل. يعني عيادات العيادات النفسية، آآ اللي هي بيبقى فيها أشكال كتير من العلاج، بيبقى فيها جزء كبير، أو يعني في عيادة مخصوصة، يعني لو هو center بيبقى في عيادة مخصوصة للعلاج بالفن. فهو بيتعمل في العيادات. بس كمان فكرة art as a therapy ممكن بيتعمل مع المجتمعات، بيتعمل يعني زي ما بنقول مثلًا community centers أو وِرَش، بيتعمل حتى في مدارس، بيتعمل طبعًا دلوقتي كمان online. ف فهو واسع جدًا وعلى حسب إحنا بنعمله بهدف إيه ومع مين ومين المتلقي وإزاي بنستخدمه. فبالنسبة للأماكن بيتعمل في أي حتة مجهزة لده، اللي هو فيها الأدوات وفيها آمم الخصوصية. ده بالنسبة للمكان. والسؤال التاني كان له علاقة أنا أقدر أعمل ده لوحدي أو لأ. برضه على حسب أنا باشتغل على إيه بالضبط بالart therapy. فمما لا شك فيه إنه وجود therapist أو وجود معالج بالفن، هو بيبقى ماسك الاتنين، العلاج النفسي والعلاج الفني، يعني بنضارة العلاج النفسي هو بيشتغل التمرينات والحاجات البرنامج أو الخطة العلاجية بتاعته، آمم على حسب احتياج الشخص. آآ لكن طبعًا في تمرينات صغيرة أنا ممكن أدّيها ل ال الشخص أو العميل زي ما بيتسمى، آمم ممكن يستخدمها عشان الrelaxation مثلًا والهدوء النفسي، فأدّي له تدريب معيّن يقدر يعمله في وقت معيّن. آمم أنا لو أنا بدل ما أعمل meditation صامت، أعمل meditation بالحركة، بحركة الإيد، فده بيدّيني فرصة إن أنا أصفّي ذهني وإني أهدى وإني أتعامل مع ال الضغط مثلًا أو الstress اللي جوايا. فما فيش يعني الاتنين مهمين وعلى حسب إيه هو الاحتياج. مش عارفة إذا رديت على السؤال كامل طيب والّا إيه؟ لأ رديتِ تمام. بس برضه يعني ردِّك جاب في مُخّي برضه سؤال هيبقى الأخير. طبعًا القعدة معاكِ ما بتشبعش منها، بس يعني هاحاول أختم يبقى ده آخر سؤال. أنتِ كل ما بنتكلم بتطلع أسئلة اللي هي بتتسأل باتسألها،
فاهمة؟ أو بتدور في مخي أنا شخصيًا. فهل الart therapy بس مثلًا في الرسم والحركة، والّا ممكن مثلًا يتعمل بالتمثيل، بالموسيقى، بالعزف مثلًا على آلات، بالصوت، بالغُنى؟ يعني أنا أقصد هل نوع الفن في حتّة معيّنة اللي هي مثلًا الحركة والرقص والموسيقى بحسب تخصُّصِك، آمم سوري، الحركة والرقص والفن والرسم والpainting والحاجات دي كلّها، والّا كمان في أنواع تانية من الفنون زي ما باقول لِك التمثيل والموسيقى والحاجات التانية دي مثلًا، أو الكتابة أو القراية، يعني في حاجات تانية، أشكال تانية ليه؟ لأ طبعًا، هو أنا زي ما قُلت في الأول، هو له أدوات كتيرة جدًا، من ضمنها الdrama therapy. فأنا يعني أنا يعني برضه دارسة جزء له علاقة بالدراما، الforum theater، الدراما التطبيقية بشكل أو بآخر، فدي بتُستخدم في حاجات برضه في وِرَش وحاجات كده، في دراما psychodrama مثلًا، دي setup علاجي جدًا. كتابة بتدخل لإن هي جزء من الأدوات الإبداعية، فأنا ممكن أدّي حاجة، ممكن أعمل حاجة فيها كتابة حتى في الsession اللي هي one to one، أو يعني الفردية الخاصة، برضه ممكن نعمل كتابة. الصوت مهم جدًا، غُنى، جدًا. غُنى، غ لسه كنت هاقول لِك الغُنى مثلًا لو حد بيحب يغني. هو في فرع اسمه music therapy، بس هو استخدام الصوت أصلًا في العلاج دي حاجة مهمة جدًا، يعني استخدام الصوت، فهو بيبقى كده، يعني الوِرَش بالذات بتبقى زي mix متضفّر كده بشكل معيّن له علاقة بالتصميم نفسه، وحسب الهدف بتاع الورشة نفسها، فده بيبقى داخل فيها كل أو يعني حاجات كتير من اللي أنتِ قُلتيه. يعني إحنا ممكن، يعني الغُنى لوحده ده يعني إحنا أصلًا يعني ممكن، بس ده هيبقى شرح تفصيلي أوي، إنه الغُنى بيعمل إيه، النحت بيعمل إيه، كل حاجة من الحاجات دي، الخامات نفسها، كل خامة ليها مردودها النفسي. وعشان كده مش كل حاجة بتستخدم في أي حاجة، هو محتاج يبقى في حد إمم. يعني. بس طبعًا اللعب، يا معاك. سلام! اللعب بتاع كل حاجة ده بيفُك حاجات كتير جدًا يعني. صح، حتى لو لوحدنا. يعني أيوه حتى طبعًا. لو فعلًا لوحدنا، لو حد فكّر مثلًا حتى يقعد يغني بصوت عالي مثلًا في البيت أو كده، دي بتعمل حاجة فعلًا جوّه جدًا يعني. شغّلت موسيقى مثلًا وقعدت، أو أغاني مثلًا وقعدت أرقص عليها لوحدي، دي بتفرق جامد جدًا. لأ، في فعلًا يعني ممكن، بس علشان تدخل الجزء بس النفسي اللي هو موجّه، فده لازم يبقى معاه حد متخصص. لكن حتى لو عملت الحاجات دي، لو مسكت ورقة وقعدت أشخبط فيها وألوّن وأرسم وأعمل، أو حطيت تركيزي في رسمة، حتى رسمة يعني حاجة رسمة، دي بتفرق جامد جدًا في النفسية وفي الراحة وفي كل حاجة من اللي أنتِ قُلتيه ده، حتى الطبيخ. يعني حتى الطبيخ لمّا بادخل أقعد أركّز في وصفة و و و واستعمل حواسي فيها في العجن أو في حاجة والشم وكده، طبعًا. دي بتفرق جامد جدًا برضه في نفسيتي، في الراحة النفسية وكده. ففعلًا كل حاجة بتتعمل فيها إبداع، لمجرد بس إن أنا حسيت إن أنا أبدعت في حاجة أو عملت حاجة طلعت حلوة، دي بتفرق كتير أوي في نفسيتنا. ف طبعًا. فدي بس دعوة، يعني دعوة برضه لاستخدام، حتى لو يعني مش ما فيش متخصص مثلًا أو متخصصة available في الوقت الحالي. أنا باقترح على كل واحدة وباشجعها إن هي آآ تعمل حاجة تطلّع فيها إبداعها. تشوف هي تشتغل على نفسها، تطلّع في إبداعها مع نفسها زي ما أنتِ دايمًا بتقولي لنا، إن أنا أدوّر على نقطة إبداع وأعملها، ودي هتفرق معاها كتير أوي. بالضبط.
بالضبط جدًا. يعني هي يعني اللي أنتِ كل الأمثلة اللي أنتِ قُلتيها دي يا مريم هو بالضبط، هو تركيبة العقل ما يقدرش يعمل يعني مُخّنا مخلوق على إنه بيعمل حاجة واحدة، فلو أنا باعمل حاجة فيها مشغّلة فيها الملامس وحسية، سواء حركة أو ألوان أو كتابة أو أي حاجة، فأنا مُخّي متاخد في ده، فمش هيبقى عندي قلق، مش هابقى عندي overthinking ولا بافكّر في حاجات مرعبة، مش هيبقى فدي دعوة إني هو ده، لكن الموبايل والscrolling ده هيضاعف التفكير صح، الزيادة، القلق، هيضاعف الخوف، فإحنا في حتّة تانية مختلفة تمامًا، تمامًا. تمام. شكرًا جدًا، جدًا يا دكتورة أماني. لأ، دي بس. معلش لازم برضه لازم. وأشوفِك إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة القادمة من عيشي حياتِك. إن شاء الله. آآ شكرًا جدًا، أشوفِك. ميرسي جدًا، شكرًا جدًا جدًا على عليكِ. وقتِك وعلى الكلام الجميل والحاجات الجميلة اللي قُلتيها لنا. باقول لِك المرّة الجاية يبقى معانا كل الصور اللي أنتِ معلقاها. هاورّيها لكم أكيد طبعًا، ما ده جزء من الحتّة بتاعة الart therapy. ماشي، آه، شكرًا جدًا. يالّا شكرًا. باي، 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 باي. يالّا. باي.